ازيكم يا اعزائي الاكيله؟ طبعا كلنا سمعنا عن شمروخ كرم الشام، وعشان احنا حريصين ان احنا نجرب لكم الحاجه عشان انت يا عزيزي ما تلبسي او طبعا تدفع، لان الفتره دي الحاله الاقتصاديه كرب، فاحنا في اكل الديابه هنجرب لكم الشمروخ بتاع كرم الشام عشان نعرف اذا كان هو في الجمدان ولا في الفكسان ويستاهل السعر ولا لا. يلا بينا على المطعم عشان نشوف الشمروخ بيتعمل ازاي. وبعد ما رحت انا وابو غفار في المطعم شفنا ازاي بيتعمل. بيتحط عيش التورتيه وجواه الكومبو وومبو اللي انت عايزه، سواء كان بقى شاورما لحمه، شاورما فراخ، شاورما كريسبي، وبعد كده بيتحط في البقسماط وبيتقلي ويتحط في الزيت عشان في الاخر يبقى بالمنظر ده. يلا بينا بقى نجرب. تعالوا بقى ازاي نجرب اول شمروخ معانا وهو اللحمه. هوبا بقى اسكالوبا، ده حجم الشمروخ زي ما انتم شايفين معانا وشفتوا من شويه في المطعم. ناخد بقى القطمه المتينه كريسبي يا اعزائي من بره، ومن جوه الحشو مليان شاورما لحمه وجبنه ومايونيز. طعمه جامد وهيعجبك لو انت هتجربه لاول مره. ده الكريسبي هنجرب يلا ونشوف ايه الطعم. كريسبي يعني حاسس بطعم الفرايد تشيكن جوه ولا ايه الكلام؟ بصراحه الكريسبي جوه تحفه، تحس ان هم حاطين كيلو جبنه جوه، من حلاوته تحس ان انت عايز تختصر. يلا بقى نجرب الشاورما الفراخ. بس عزيزي زي ما شايفين مش عارف ده يا عيني طاير منه حته، يعني هم تحس ان هم مش مهتمين بجوده الحاجه، ولا يمكن عشان هم عليهم ضغط عالي. بس تعال نجرب نشوف اللحمه والفراخ. احلى الفراخ ثمنه 100 جنيه، لكن اللحمه اللي احنا جربناه ثمنه 150 جنيه. هوبا بقى اسكالوبا، ناخد القطمه المتينه. فرق السما والارض، الشاورما اللحمه احسن بكتير. يعني لو ادينا الشاورما اللحمه 8، الشاورما الفراخ تاخد 6 مستريح. لا 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 لا، الفراخ ما عجبتنيش خالص. بعد ما جربنا الثلاث شماريخ، اكتر شمروخ عجبنا جدا هو الشمروخ شاورما لحمه. هو تجربه حلوه لو انت هتجربها لاول مره، ولكن هو بصراحه سعره هو دي المشكله، سعره زياده عن الطبيعي. بصراحه كده يا شباب بعد ما جربناه ما حسيناش ان هو قوي زي ما الفود بلوجرز التانيين قالوا عليه، لكن هو شغال لو انت هتجربه لاول مره. يا رب نكون فدناكم واستنوا مننا فيديوهات وريفيوهات وتابعوا كل جديد على قناتنا. اكل الديابه بيس.